الأمن الجزائري يمنع نشطاء القبائل من ارتداء علم المنطقة والتجول به. الجزائر تدخل على خط رغبة المغرب احتضان كأس العالم للفتيان. المغرب يقطع الطريق أمام تونس بشأن ضم نجم الدوري البلجيكي نسيم العزوزي. منعت السلطات الجزائرية نشطاء منطقة القبائل من ارتداء ثوب علم القبائل والتجول به خلال إحياء الذكرى السنوية للربيع الأمازيغي في مدينة بجاية، والتي جرت الخميس 20 من أبريل الجاري. وقالت الناشطة ليلى بورماني ضمن تدوينة لها على موقع فيسبوك: الزي التقليدي الذي كلفني 6 ساعات في مركز شرطة بجاية مع صديق، لم أكن أعلم أنه من المحظور ارتداء ثوب القبائل والتجول به في مدينة القبائل. وأضافت الناشطة التي جرى توقيفها من قبل الأمن الجزائري لذات السبب: هذه هويتي وأنا فخورة بها، واصفة هذا الوضع بالخطير. وكانت وكالة أنباء القبائل سوال قد أكدت الخميس أنه تم توقيف عدد من مواطني منطقة القبائل الذين أرادوا إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي في مدينة بجاية وأماكن أخرى في منطقة القبائل. بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب استضافة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة من البيرو، اهتم مسؤولو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالموضوع وفكروا فيه من أجل احتضان حدث رياضي جديد، خصوصا بعد أن اكتسب المغرب في الآونة الأخيرة تجربة تنظيم أحداث رياضية كبيرة، وأبرزها بطولة كأس العالم للأندية دخلت الجزائر على الخط. وقال مستشار وزير الشباب والرياضة الجزائري عامر منسول أن بلاده ترغب في الترشح لاستضافة كأس العالم للفتيان 2023 ومنافسة المغرب على شرف التنظيم. وأضاف المسؤول الجزائري في تصريح للتلفزيون الجزائري: الجزائر تعتزم تقديم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم تحت 17 سنة وتعويض دولة البيرو. ويرتقب أن يعلن الفيفا عن البلد المضيف في الأيام المقبلة، وفي حال اختياره للمغرب فإنه سيكون أول منتخب يتأهل لمونديال تحت 17 سنة. وكان من المقرر إقامة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في الفترة ما بين 10 من نوفمبر والثاني من دجنبر من سنة 2023، إلا أن فشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة حرمها من تنظيم كأس العالم للفتيان. تمكنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من قطع الطريق أمام الاتحاد التونسي في ملف استقطاب اللاعب نسيم العزوزي مهاجم فريق أندرلكت البلجيكي، وذلك بعد دعوته للمشاركة في المعسكر الإعدادي الخاص بمنتخب أسود الأطلس تحت 17 سنة، وبعدما كان قريبا أيضا من تمثيل منتخب تونس الذي أبدى رغبة كبيرة في استقطابه لتعزيز منتخب نسور قرطاج. تلقى اللاعب دعوة رسمية من الجامعة الملكية المغربية لتمثيل أسود الأطلس. ويمتلك المهاجم الذي سبق له التدرب في مناسبات سابقة مع الفريق الأول لنادي أندرلخت فرصة تمثيل 3 منتخبات، وهي تونس بلد والده، والمغرب بلد والدته، وبلجيكا بلد المولد. ويشارك العزوزي الذي يبلغ من العمر 16 عاما مع الفريق الرديف بعد ظهوره بشكل جيد مع فريق تحت 18 عاما، إذ أبرز فيه إمكانيات فنية رائعة، ويعتبر من بين أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية الفريق البلجيكي.